تمكنت المصالح العملياتي لأمن ولاية تمنرست نهاية الأسبوع المنصرم من حجز 219 طن من مختلف المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك كانت موجهة للتهريب والمضاربة، مع توقيف 14 شخص من بينهم 12 من جنسيات أجنبية. التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تمنرست تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً أسفرت عن تحديد مكان تواجد 3 مستودعات سرية كانت تستغل من طرف عناصر الشبكة لتخزين المواد الغذائية المدعمة والمتمثلة في مادة الفرينة، زيت المائدة، السكر والعجائن.